في الجو ده محتاجين شوية قرص طرية يفتحوا النفس مع كوباية شاي ولا شاي بلبن، فطار أو عشاء. تقدروا تحطوهم في الفريزر وتطلعوا وقت ما تحتاجوا. هنعمل مع بعض القرص بأظبط مقادير وأبسط طريقة ليها. تأكد ان بعد الفيديو ده مفيش حد مش هيعرف يعمل قرص طرية، وكمان من أول مرة. هقول لكم بقى على كل الخطوات اللي هتظبطها معاكم. أنا باخد الحليب الأول، بحط عليه معلقتين زبادي وهغطيه واسيبه يتخمر كويس. يعني انا ما بحطش الزبادي دايركت على العجينة، انا بخمر اللبن بالزبادي. نص كيلو دقيق وهحط عليهم تقريبا مقدار معلقتين كبار سمسم محمص او 3 معالق زي ما بتحبوا السمسم. المادة الدهنية بتاعتي نص كوباية على النص كيلو، يعني الكيلو هياخد كوباية. سمنة على زبدة، سمنة على زيت، سمنة على زبدة على زيت اللي تحبوه، بس طبعا لازم السمنة وريحة السمنة. ومعلقة كبيرة قشطة بلدي، وهبس الدقيق بيهم بالشكل ده. وبعد كده هشتغل بالتكنيك بتاعي بقى اللي متعودين عليه مع بعض. هحط معلقة ونص كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية، ربع كوباية مية دافية، وهشغل الخميرة بالطريقة دي. نص معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر، ورشة الملح بتاعتي على الدقيق، وهقلب كله مع بعضه كويس. الحليب بتاعي بعد ما راب هقلبه كده كويس جدا، وانزل بيه شوية شوية على العجينة بتاعتي. الكمية بتاعتي كلها هتبقى كوباية لبن رايب وربع كوباية مية. طبعا انا مش هحط الكوباية كلها بتاعت اللبن الرايب، انا هشوف الاول واحدة واحدة، ممكن تاخد كوباية الا ربع مع ربع كوباية المية. اهم حاجة عندي اوصل في الاخر العجينة طرية كده بالشكل ده وملساء، ومش بعجن فيها كتير، يعني مش بفضل اعجن فيها، لا انا بلم العجينة بس، وهسيبها في مكان دافي تخمر وتتضاعف حجمها. شوفوا معايا كده قوام العجينة بعد التخمير عامل ازاي. هبتدي بقى احطها على الكاونتر بتاعي علشان ابدأ اقسمها. انا هقسمها بالشكل ده قطع كده اقرب للمتساوية، بس اكيد هيكون فيها قطع صغيرة وقطع كبيرة. لو انا حابة اعمل قرص سادة وقرص محشية، هاخد القطعة الكبيرة وهي اللي هقرصها لانها تكون سادة، والقطعة الصغيرة هاخدها اعملها انها تكون هي المحشية. وهسيبها بقى ترتاح بالشكل ده. القرص بتتخمر 3 مرات، ده الصح بتاع القرص، وده اللي يطلعها من جوه فاضية كده وهشة جدا. الحشو هيبقى بالطريقة دي، سواء جبنة او تمر. بحاول ان انا افرد العجينة على ايدي واحط فيها قطعة الحشو بالشكل ده. لو في اي زيادات بشيلها علشان ما تكونش مليانة قوي عجين من جوه. هسيب بقى المرحلة التانية للتخمير بتاعة القرص. دلوقتي هخمرها للمرة التانية. هسيبها برضو على الكاونتر بتاعي على رشة دقيق خفيفة خالص، وهغطيها كويس جدا واسيبها تتضاعف حجمها تاني مرة. بس ناخد بالنا ان تكون متغطية كويس جدا علشان وشها ما ينشفش ويشقق. وده بعد ما اتخمرت هاخدها بقى وابتدي اشتغل بيها وافردها في اسطوانة. طريقة الفرد بتاعتي هتكون بالشكل ده. بحط القرصة عندي على الصينية. انا مش دهنة الصينية بتاعتي حاجة، لان انا متأكدة ان القرصة بتاعتي متغلفة كويس جدا بالسمنة. بس لو حاسين ان الصينية ممكن تلزق، ممكن نحط ورق زبدة او ندهنها دهنة سمنة او زيت بسيطين. القرصة السادة بيكون سمكها يرجع ليكوا، يعني لو عايزينها عالية قوي عشان تفتحوها وتعملوها زي الساندوتشات للأولاد، هتضغطوا عليها ضغطة بسيطة من النص الأول، وبعدين ببدأ أضغط على الأطراف عشان تكون كلها متساوية. والمحشية بنفس الطريقة. بعد كده بسيبهم يتخمروا لحد ما يتضاعف حجمهم لتالت مرة. بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، الرف اللي في النص، وبدخل القرص بتاعتي على نار هادية خالص. أول ما بتتحمر من تحت وبتتنفخ خالص، بقوم مشغلة الشواية اديها لون حلو من فوق. بتطلع بقى بغطيها 10 دقايق كويس، اكتم فيها درجة الحرارة بتاعتها علشان تكون طرية، واكتم فيها الطراوة، وهتكون بالجمال وبالشكل ده. لون خطير، تسوية مظبوطة، مقادير مظبوطة جدا. العجينة كانت في ايديكم سهلة جدا للتشكيل، ما خدتش مننا اي مجهود، هي بس وقت التخمير بتاعها وهتكون جاهزة. تعالوا بقى اتفرجوا على طراوتها وهشاشتها من جوه. دي ألذ وأظبط قرص طرية ممكن تجربوها، وإن شاء الله هتظبط معاكم من أول مرة. أنا كده خلصت وصفتي النهاردة خلاص. ولو عجبتكم وصفة النهاردة تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل للحبايب وحبايب الحبايب. أشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، وألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما.
ومع ألف سلامة وباي باي.